الهدهد عنده حاسة قوية في السمع والشم، وقادر على اكتشاف مصادر المياه تحت الأرض. وصوته، الدراسات الحديثة أثبتت إنه بيغير تردد الصوت حسب الموقف، إذا كان تحذير أو دعوة أو طمأنة، وده بيخليه أذكى الطيور في التواصل الصوتي. يعني صوته مش مجرد نغمة، ده لغة للتواصل بين الأزواج والصغار. كمان العرف بتاعه اللي بيكون في راسه ده مش مجرد زينة، ده أداة دفاعية. بيفتح العرف ده فجأة علشان يخوف الخصوم أو الطيور الأخرى. كمان بيغير شكله حسب الحالة النفسية، إذا كان خوف أو غضب أو استعراض، وده بيخليه يستخدم لغة الجسد بشكل مذهل وسط الطيور. هو مش بس كان رسول لمملكة سبأ، ده بيعتبر رمز للحكمة والذكاء في التراث العربي، وليه مكانة دينية وثقافية عظيمة جدا، وهو معجزة طبيعية.